السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل الدجاج المسحب بطريقة حلوة وجميلة. طبعا كده معانا فرخة دجاج مسحب، يعني كده مخلي من العظم. طبعا كده معانا فرخة زي ما انتم كده شايفين، خلينها من العظم تماما بالشكل ده، ومنضفينها كويس ومنشفينها من المية. طبعا معانا الحاجات اللي احنا هنتبل بيها. هنشيل كده الفرخة، بسم الله الرحمن الرحيم. من كل حاجة هقولها نص معلقة صغيرة جنزبيل، بهارات فراخ، كزبرة، قرفة، حبهان، فلفل اسود، سماق، رشة جوز الطيب، وملح. الملح بس معلقة صغيرة. ومعانا كوباية مية، معانا كده 3/4 كوباية زيت زيتون، ولازم زيت زيتون. معانا كده معجون فلفل، معانا صلصة، ومعانا كده ليمونتين. دي التتبيله بتاعتنا. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده كوبايه الخلاط، هننزل كوبايه الميه. نزلنا كوبايه الميه، هننزل 3/4 كوبايه زيت الزيتون، ولازم زيت زيتون. هننزل التوابل البهارات بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والكزبره وبهارات الفراخ وجوز الطيب والحبهان والسماق والقرفه طبعا والملح. هننزل كده معلقة من معجونة الفلفل. هننزل كده معلقة صلصة. وبعد كده هنعصر الليمونتين، وممكن تستبدليهم بمعلقتين خل برضو، يمشي جميل، ما يقولش لا. هناخدهم هنضربهم ضربة حلوة كده وهنرجع لكم تاني. طبعا كده هننزل الخليط الجميل بتاعنا ده، ريحة كده جنان، والشكل زي ما انتوا كده شايفين. احلى واجمل تتبيلة دجاج مسحب ممكن تعملوها بالطريقة دي. طبعا الفراخ دي انا كده خليها في البيت، ان شاء الله هنعمل كده فيديو عن ازاي نخلي الفراخ بطريقة بسيطة. طبعا كده هنسيبها في التتبيلة 6 ساعات، نرجع لكم بعد ال6 ساعات. طبعا كده خلاص خليناها كده 6 ساعات. طبعا انت كده ممكن تعمليها من بالليل. طبعا كده معانا الخضار، معانا بطاطس ومعانا بصل. لو حابة كده تزودي جزر تزودي كوسة، اللي حابة تعمليه الخضار المتوفر عندك. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده الفراخ الدجاج المسحب بتاعنا. طبعا كده وهننزل كل التتبيلة دي لازم كده على الدجاج المسحب بتاعنا. طبعا الخضار ده احنا كده مدينه رشة ملح قبل ما ننزل عليه الفراخ. طبعا ومعانا الفرن سخنة عشان نسوي فيها الفراخ. بس كده الاول هنلف بورقة زبدة زي ما متعودين، بعد كده ورقة ألمونيا. طبعا هنقفل عليها كويس وهنسيبها تستوي، وقبل ما تستوي كده بربع ساعة نشيل الغطا عشان وشها يتحمر. طبعا كده بعد الفراخ بتاعتنا كده دخلت في السوا. طبعا كده هنشيل الورق، شايفين كده بسم الله ما شاء الله، شايفين الصوص بتاعها كده جميل ازاي. طبعا هنشيل من الصوص ده وننزل كده على الدجاج المسحب بتاعنا، ونخليه كده عشان وش الفراخ يتحمر وتستوي كويس، ويكون الخضار بتاعنا الجميل تحت منها استوى. طبعا احنا كده عايزين الصوص كده جميل، مش عايزينه ينشف كتير. ونشوفها كده ان شاء الله بعد ما تستوي وتتحمر. شايفين كده الجمال والحلاوة. احلى واجمل فراخ مسحبة او دجاج مسحب ممكن تعمليه بالطريقة دي. شايفين كده الجمال والحلاوة واللون والصوص كده زي ما قلت. الصوص مش لازم يكون ناشف معانا، لازم يكون زي كده جوسي كده شوية. شايفين كده الجمال والحلاوة ولا الريحة، حاجة كده فوق الوصف فوق الخيال لا تقاوم. التتبيلة دي جبارة جدا جدا للدجاج المسحب، جربوه بالطريقة دي. يعني مش قادرة اوصف لكم هي ريحتها، يعني ريحة وشكل وطعم كده، وحاجة كده جميلة جدا وفي منتهى الجمال وفي اسرع وقت، وتتبيلة بسيطة جدا.
وزي ما قلت سيبناها 6 ساعات. بقى انت عندك وقت ممكن تسيبيها 7، ممكن تعمليها من بالليل وتبات. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.